السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الرز البسمتي بمقادير مظبوطة جدا، وكمان هتطلع النتيجة معاكي هايلة جدا. ازاي انت تعمليه في اقل من تلت ساعة ويطلع معاكي مظبوط. اول حاجة عندي طبعا المكونات بتاعة التوابل. طبعا التوابل دي اللي بتدينا طعم مميز للرز البسمتي. طبعا عندي معلقة كبيرة من الكركم، نص معلقة من الشطة ودي اختياري، معلقة كبيرة من البابريكا، وعندي ربع معلقة من البصل البودرة والثوم البودرة، يعني كل حاجة كده ربع معلقة. وعندي معلقة كبيرة من خلطة الرز البسمتي، وطبعا ورق رورو وعود من القرفة، وطبعا ليمون مجفف وحبهان وفلفل أسمر بسيط كده، يعني زي مقدار ربع معلقة، والملح. وطبعا أهم مكون معانا معلقة كبيرة من الصلصة، ويا ريت تكون صلصة بيتي ما تكونش معلبة. يبقى المكونات دي اللي هنضيفها على الرز البسمتي. طبعا لو الرز البسمتي موجود عندي بنقعه لمدة ساعتين، عشان طبعا التسوية بتاعته تبقى مظبوطة معايا، لأن هو معروف عن الرز البسمتي ان هو باخد كمية مياه كبيرة. فعشان طبعا ما ياخدش كمية مياه كبيرة هننقعه لمدة ساعتين وبعد كده نستخدمه على طول. اول حاجة بضيف الزيت. المقادير بتاعتي، مقادير المكونات بتاعة التوابل، مقادير نص كيلو من الرز البسمتي. طبعا ضفت الزيت ضفت كل المكونات اللي هي زي الحبوب دي، ضفتها الاول وبعد كده ضفت التوابل. هي هتاخد بس كده كريحة التوابل تبدأ تظهر، وبضيف عليها الرز. زي ما قلت الرز لازم يكون منقوع قبلها بساعتين، اقل حاجة ممكن تسيبيه 6 ساعات حسب نوع الرز اللي انت بتجيبيه، لان الرز طبعا البسمتي انواع كتير. بدأت ريحة التوابل تطلع بالشكل ده كده، هبدأ ان انا اضيف الرز. اكون مصفياه كويس قوي وهضيفه بالشكل ده كده. طبعا لو انت مش ناقعه الرز ومستعجله، هتزودي نسبة المية عن ما تكوني نقعاه. يعني انا كده نقعاه بقلل من المية شوية، يعني هو كده هياخد كمية مية زي الرز المصري بالظبط. اما الرز البسمتي ما باخدش، بياخد مية كتير وباخد سوا كتير. فالافضل انه يكون منقوع في مية كويس. لو انتي مش نقعاه هتزودي المية بتاعته. هقلب كده ياخد تشويحة مع بعض، وهضيف طبعا الصلصة. اهم حاجة في الرز البسمتي ان هو ياخد تشويحة مع التوابل لمدة 3 دقايق كده. والمية طبعا بتاعة الرز البسمتي لازم تكون مغلية. اي رز هتعمليه وعاوزة النتيجة بتاعته تكون كويسة لازم تكوني المية بتاعته مغلية، مش تحطي عليه مية ساقعة. الافضل ان انت تحطي عليه مية مغلية. كده اتشوح معايا، هبدأ اضيف عليه معلقة الصلصة. طبعا انا حاطة معلقة صلصة كبيرة، الصلصة بتديله طعم. هي اهم خطوة في الرز ان انت تشوحيه لمدة 3 دقايق. التشويحة دي مهمة جدا في الطعم برضو وفي التسوية. طبعا انا بشوح فيه كده مع التوابل. بتظهر ريحة التوابل مع الرز قبل طبعا التسوية، فبتخلي طعمه مميز. كده خلاص شوح معايا وكده وصل النتيجة اللي انا محتاجاها. هبدأ اضيف بقى المية السخنة. طبعا التشويح ده مش بيبقى على نار عالية، يعني على نار وسط عشان ما يتحرقش معايا وانا بشوح. طريقة سهلة جدا، جربوا تعملوا الرز البسمتي. طريقته سهلة جدا جدا، وكمان طعمه حلو، وبنستخدمه كتير دلوقتي في الأفراح والمناسبات، وفي معظم الأكلات اللي هي المشويات.
هو كده خد السخونية وريحة التوابل ظهرت خالص بالشكل ده كده. طبعا انا ضايفه حبهان وليمون مجفف وقرفه. طبعا ده بيدي طعم حلو برضو للرز. يعني المكونات دي والتوابل دي اساسيه. هضيف بقى الميه على قد الرز بتاعي، يعني هزود حاجات بسيطه كده عن مساح الرز، زي مساح معلقه زي الرز المصري بالظبط. بالنسبه للميه اللي هضيفها، طبعا لو مش نقع الرز هتزودي زي ربع كوبايه كمان. يبقى المقادير دي مقادير نص كيلو رز بسمتي. لو انت عايزه تضاعفي الكميه هتضاعفي الكميه بتاعت التوابل. يعني لو عايزه تعملي هتضيفي كميه التوابل قد الكميه اللي انا ضفتها مرتين. هنبدا بقى نغطي عليه ونسيبه يشرب تماما زي ما انتم شايفين كده. شرب الرز الميه اللي موجوده فيه. هبدا بس كده هقلبه تقليبه بسيطه، وبعد كده هغطي عليه واسيبه على نار هاديه لحد لما يستوي من البخار. طبعا انا هسيبه على نار بسيطه جدا وهاديه خالص. طبعا النار دي هتسوي معايا الرز، مش هياخد اكتر من 10 دقايق بعد ما يشرب الميه. كده الرز بدأ ان هو يستوي معايا زي ما انتم شايفين كده. دي النتيجة الأخيرة ليه. الطريقة سهلة جدا جدا لأول مرة يعمل الرز البسمتي. ما خدش معايا اكتر من تلت ساعة في التسوية. كل اللي بيقول ان الرز البسمتي بيقعد فترة طويلة في السوى، لا طبعا. انت لو نقعاه لفترة طويلة مش هياخد تسوية خالص وبيطلع معاكي مظبوط. ما تخافيش، ما بيتعجنش خالص. الرز البسمتي فيه ميزة ان هو سواه بيطلع معاكي مظبوط، مش بيجراله حاجة. الطريقة بتاعته سهلة جدا. ده شكله بعد ما خلص وخلصت التسوية بتاعته. طبعا هنبدأ نشيل بقى الحاجات اللي هي المجففة اللي فيه. وانا بغرف بالشكل ده كده هبدأ اشيل بقى الحبهان والحاجات اللي موجودة دي. نتيجته سهلة جدا وطريقته سهلة. نتيجته حلوة قوي وطريقته سهلة جدا. طبعا مميز. كمان اوفر واحسن بكتير من المحاشي، يعني اسرع بكتير. اتمنى بقى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا اللي عجبه الفيديو يضغط لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.